السلام عليكم، معاكم سارة عطية من قناتي أحلى وأسهل مع سارة. هنعمل النهاردة الدونتس. طبعا كله بيحبه، خصوصا الصغيرين بيفرحوا بيه جدا لما بنعمله لهم. ولو في أي مناسبة عندك كمان تقدري تعمليه، بيكون حلو جدا. وهنشوف ازاي هنزينه بأكتر من طريقة، بطريقة كمان سهلة جدا هتعجبكم قوي إن شاء الله. فخليكم معانا ويلا نشوف الطريقة والمكونات مع بعض. اول حاجة هحضر الخميرة بتاعتي. انا معايا هنا معلقتين كبار من الخميرة الفورية، هحط عليهم معلقة كبيرة من السكر وكمان كوباية من المية الدافية، وهقلبهم بقى كويس مع بعض لحد ما تفك الخميرة مع السكر ويدوبوا مع بعض كويس. وبعدين هنقلهم بقى لكوباية تانية عشان تتفاعل الخميرة براحتها وتعلى معايا. تمام كده، هسيبها تخمر. جهزت كده الخميرة معايا زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى بولة وابتدي انزل فيها الخميرة بتاعتي. انا كده طبعا ضمنت ان هي فعالة وكويسة معايا. لازم نختبر الخميرة قبل ما نشتغل في المعجنات. هنزل عليها بقى دلوقتي نص كوباية السكر اللي انا اخدت منها معلقة للخميرة، وعليهم هنزل نص معلقة صغيرة من الملح. وهنضيف دلوقتي كمان كوباية كمان من المية الدافية. يبقى انا كده ضفت كوبايتين من المية الدافية، كوباية في الخميرة وكوباية كمان دلوقتي. هنزل عليهم معلقتين كبار من اللبن البودر، ومعايا كمان قالب زبدة 100 جرام بدرجة حرارة الغرفة. كل المكونات اللي انا شغالة بيها بدرجة حرارة الغرفة. هجيب كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وهضيف عليهم دلوقتي معايا بيضتين وصفارين. يعني هنا بس صفارين وبيضتين، وهضربهم بقى كويس جدا مع بعض بالمضرب الكهربائي. بعد ما امتزج الخليط معايا كويس هبتدي اضيف بقى الدقيق. معايا هنا 6 كوبايات من الدقيق كجميع الاستعمالات. هضيف الاول 5 كوبايات. لو لمت معايا العجينة كويس مش هضيف الكوباية الاخرانية، ولو ما لمتش هضيفها، هشوف يعني. انا هنا ضفت كل ال6 كوبايات كاملين، بس زي ما قلت لكم ابتدوا ب5. دلوقتي بقى هلم العجينة بايديا زي ما انتوا شايفين، بتكون بتلزق، ما بتكونش طبعا زي عجينة العيش. هحط شوية زيت كده في البولة بتاعتي وابتدي ألم العجينة كويس. الزيت طبعا هيساعدني ان هي تلم على بعضيها كويس زي ما انتوا شايفين كده. فصلت اهي عن البولة خالص. هلمها كده على بعضيها وابتدي بقى اغطيها واسيبها تخمر لمدة ساعة لحد ما يتضاعف معايا حجم العجينة بتاعتي. لو المكان اللي انتوا فيه بارد تقدروا تسيبوها اكتر من ساعة، المهم تتضاعف حجم العجينة وتخمر كويس. ده شكل العجينة بتاعتي بعد ما خمرت. ابتدي بقى دلوقتي اشيل البلاستيك رول من فوقيها وانزلها بايدي كده والمها تاني على بعض. زي ما انتوا شايفين العجينة هشة وجميلة جدا، يعني نتيجتها بجد هتعجبكم ان شاء الله. هبتدي دلوقتي بقى على الرخامة ارش شوية من الدقيق، وهجيب قطعة من العجينة وابتدي بقى افردها على الرخامة بالنشابة. اول حاجة هرش على النشابة كمان شوية من الدقيق عشان ما تلزقش معايا، وهفرد بقى لحد ما اوصل لسمك كده يكون مش تخين ولا رفيع، يعني حوالي نص سنتي. تمام كده.
كده السمك بتاعي بقى كويس جدا. هبتدي ده دلوقتي، لو عندكم قطعة الدوناتس قطعوا بيها، لو ما فيش يبقى بغطا كده زي ما انتوا شايفين، تقطعوا دواير، ومن النص بأي غطا او اي حاجة اصغر ناخد برضو القطعة اللي في النص، ونخلص بقى كله بنفس الطريقة. وبعدين حطيتهم على ورق زبدة هيخمروا تاني لمدة نص ساعة. بعد ما خمر الدوناتس بتاعي بكون مجهزة زيت غزير يكون درجة حرارته متوسطة، ولا سخن ولا بارد، وابتدي انزل فيه الدوناتس بتاعي. اول ما هنزله هيبتدي ينفخ معايا، اعرف كده ان العجينة بتاعتي ناجحة 100%. هنزل بقى الكمية اللي تاخدها الطاسة بتاعتي. وطبعا اهم حاجة وانا بقلي الدوناتس، ما حاولش اعلي النار عشان ما يستواش من بره ويكون من جوه معجن وني، اخليه كده ياخد وقته في السوا. هو اصلا مش بيغيب، يدوب كده شوية وتلاقيه على طول اخد اللون الذهبي. اتابعه كده واقلبه كل شوية. اول ما الاقي الحتة اللي في النص كده بقى لونها ذهبي، اعرف ان هو بقى لونه ذهبي من تحت، واقلبه على طول. لما نقلبه على الوش التاني لازم نبقى متابعينه على طول، لانه بيكون الزيت سخن، فعشان ما يتلسعش معانا يعني نفضل نقلبه على طول كده ونتابعه. هو مش بيغيب، على طول هتلاقيه اخد اللون الذهبي. وفي الفراغات اللي ما بين الدوناتس دي نقدر ننزل اللي هي الدوائر الصغيرة اللي احنا شلناها من النص، تتحمر برضو واحنا بنشيل اللي هو الدوناتس الكبير. لو شايفين برضو اول ما نزلنا الدوائر الصغيرة نفخت على طول، يدل على ان العجينة بتاعتنا كويسة جدا. ونطلع الدوناتس بقى على مناديل مطبخ عشان تصفي الزيت، وانزل بقية الدوائر الصغيرة يتحمروا مع بعض. اتابعهم برضو على طول لانهم بيتحمروا بسرعة. اقلبهم كده طول ما انا واقفة اتابعهم. تمام كده، كده بقى لونهم حلو قوي. اطلعهم بقى برضو على مناديل المطبخ يصفوا الزيت بتاعهم، ونخلص كل الكمية اللي معانا بنفس الطريقة. هنحضر دلوقتي بقى اسهل حاجة نزين بيها الدوناتس، وهي الجليز. هنجيب كده كوباية من السكر البودر وننخلها كويس، وهنضيف كمان دلوقتي كوباية تانية من السكر وننخلها برضو كويس فوقيها. ودي كوباية تالتة وهنخلها برضو كويس، يعني انا ضفت 3 كوبايات من السكر البودر. هضيف عليهم نص كوباية من المية وعصير ليمونة صغيرة. خلصنا كده مكوناتنا. هقلبهم بقى كويس مع بعض لغاية ما يفك السكر البودر معايا ويديني كده مزيج قريب للعصير، يعني يكون مزيج ناعم كده ومفيهوش اي تكتلات. نضرب كده بالمضرب اليدوي جامد وهو هيبقى معانا حلو جدا وناعم. تمام كده زي ما انتوا شايفين بقى جاهز معايا. هنبتدي بقى دلوقتي نزين الدوناتس. جهزنا هنا الجليز اللي احنا حضرناه مع بعض، ننزل فيه الدوناتس يكون دافي، وبالشوكة كده اضغط عليه لتحت واطلعه، واكون مجهزة مصفى عندي او شبكة اصفي عليها، احط الدوناتس بتاعي تتصفى عليها كويس. احط كده واحدة تانية واطلعها برضو على الشبكة تتصفى كويس. هنحضر برضو دلوقتي دوناتس باللون الاخضر. معانا هنا 3 معالق كبار من السكر، شوية من اللون الاخضر، وحوالي معلقتين من المية. عملوا لي كده الصوص الجميل الاخضر ده، ابتدي برضو احطه على الدوناتس ويديني كده لون مختلف وشكل جميل جدا.
وهنا بقى هنزين بشوكولاتة عادية جدا مدوبينها في حمام مية، دي شوكولاتة بني، ومعانا كمان شوكولاتة بيضة برضو مدوبينها في حمام مية. هنبتدي برضو نزين بيها الدوناتس. تمام كده. وبعد ما خلصنا الكبار نبتدي بقى نزين الصغيرين. معانا هنا شوكولاتة، اي نوع شوكولاتة دهن او شوكولاتة خام عادية، ونحط لها كريمة، ونبتدي دلوقتي نحطها في اللي هي ليها اي حاجة ليها قمع من بره، ونزين بيها الدوناتس. نحاول كده نحقنها في كل حتة في الدوناتس عشان تكون حلوة وغنية بالشوكولاتة. تمام كده زي ما انتوا شايفين. في حقن برضو للحلويات ممكن نستخدمها في حقن الدوناتس بالشوكولاتة. وهخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة، واخر شوية انا زينتهم بالشوكولاتة كده من فوق. يعني الزينة دي ترجع لكم زي ما انتوا تحبوا اعملوا. خلصنا كده تزيين الدوناتس بتاعنا، زي ما انتوا شايفين عملنا اشكال كتير، وكمان هنشوف دلوقتي اللي عملناها بالشوكولاتة من جوه. بصوا كده، يعني الشوكولاتة مغرقة الدنيا جوه، حلوة جدا هتعجبكم قوي متأكدة. احنا عملنا كده اشكال كتير للدوناتس وفي نفس الوقت بسيطة وسهلة قوي. عايزاكم كمان تجربوا العجينة بتاعتي وتقولوا لي رأيكم فيها، متأكدة ان شاء الله هتعجبكم وتطبقوها على طول. لو عجبتكم وصفتنا للنهاردة ياريت ما تنسوناش في اللايك والشير، وما تنسوش كمان تقولولي رأيكم في الفيديو. ولو أول مرة تشوفوا قناتنا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا اشتراك في الصندوق الأحمر اللي تحت الفيديو، وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم الوصفات. كان معاكم سارة عطية، أشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.